تلاقي مثلا ايه شعر بناتها وهي لسه مولوده مثلا عمر سنه ولا سنتين، تيجي تقص ايه يعني تقص شعرها. دي بقى اللي بعاني منها وبناحي. يا جدعان الله يبارك لكم، من سن يوم ل5 سنين مرحله نمو الشعر، بمعنى ولا تعملي يا بنت الحلال لبنتك وصفات، ولا تعملي بروتين عشان تفرديه، ولا في حاجات كتير بتدمر الشعر ما تعملهاش من سن يوم ل5 سنين مرحله نمو الشعر. طيب انا اعمل ايه في الوقت ده؟ اعمل ايه؟ صلى على رسول الكريم، ما تنسيش بس الصلاه على حضره النبي. كل اللي ما عليك اللي انت هتستخدمي تسريح وربط الشعر. الربط الشعر ده بيفرد الشعرايه، ما تشديش جامد من قدام عشان ما تعمليش عمليه نحله في المقدمه. يعني ما ينفعش تشيل، لو شلت شعر بنتك هيطلع خشن. الناس كتير هتعارضني دلوقتي تقول لي انت هتعرف ان سنه النبي كان بيشيل شعر العيال الصغيره، كانوا بيشيلهم في الاسبوع في اليوم السابع، انما دلوقتي بتقعد سنه الشعر البطن موجود وتيجي تروح للحلاق تشيل شعرها يطلع خشن. تشيله بعد اسبوع سنه. سنه، احنا عمرنا ما نعترض مع السنه في اليوم السابع جرام، ده عكسها الشعر ده بيتقاس بالذهب وبيطلع عنها، انما ما ينفعش ان انا اشيل شعر بنتي.